في بيت كبير قوي في صعيد مصر، بتدخل الشغالة وبتنادي على الست دهب وتقول: هي ست دهب، يا ست الناس، الدكتور حسين جه هو والست صفية وسي الأستاذ أحمد ولدهم. بسم الله ما شاء الله، سي الأستاذ أحمد كبر، الله أكبر عليه، بقى عنديه 10 سنين. انت بتتكلم بجد يا هنية؟ الدكتور حسين جه؟ هي ألف حمد لله على سلامته. طب بقولك ايه يا هنية، تعالي هنا كمل اللي بعمله عاد، لما اروح بسرعة اغير هدومي هو صحي مرات عمي وافرحها بجيل الدكتور حسين. بقولك ايه يا ست دهب، انا بقولك ايه يا ست دهب، انا كنت بقول يعني بلاها الاسود اللي انت لابساه ده والبسي حاجة زينة. ما انت عارفة الست صفية مرات الدكتور حسين على طول تعيب علينا وعلى خلقاتنا. هو انت يا ست الناس من يوم يعني وفاة الأستاذ محمود بيه الله يرحمه جوزك وانت لابسة الأسود، عشان كده بقول كفاياكي بقى سواد وغيري. انت بتقولي ايه يا هنية؟ ده جوزي الله يرحمه ما كملش 5 سنين ميت، يعني مستحيل اقلع عليه الأسود العمر كلاته. اديكي قلتيها ها، بقاله 5 سنين وانت يا ست الناس لساكي صغيرة ودافنة روحك وشبابك في الأسود والعبايات السوداء. طيب بكرة هتشوفي إما كانت الست صفية مرت الدكتور حسين تفضل تقول وتتشدق بالكلام وتعيب عليكي وعلى خلقاتك. بقولك إيه يا ست دهب، طب ده انت ست الناس وكنت ست البنات في البلد كلاتها. دي الست صفية دي لولاش يعني شوية الأحمر والأبيض اللي هي تصهم في وشها ما تيجي في ضفرك. بقولك ايه، قال على رأي المثل اللي ما تحني كعبها ما يفرح قلبها. اسكتي يا هنية، ما تتكلميش في الموضوع ده تاني. يلا شوفي الأكل على ما صحي مرات عمي، يلا بسرعة ولبس البنات علشان يقابلوا عمهم الدكتور حسين، ده وحشهم قوي من زمان ياما وهم ما شافوهوش. دهب طلعت تجري علشان تصحي الحاجة أم الدكتور حسين، وبتصحيها وتقول: هي مرات عمي قومي، الدكتور حسين والست صفية أم أحمد جم تحت، يلا البت هنية جالتلي وبينزلوا الشنط وزماناتهم داخلين عليكي. ايه يا مرات عمي، هتفضلي نايمة طول النهار؟ ايوه يا دهب يا بنتي، انتي بس اللي بتصحي بدري وطول النهار تجري في الدار، والله ما عارفة التعب اللي انتي بتتعبيه ده اخرته ايه. قولك ايه يا بنتي يا دهب، هو انتي بتقولي ان الدكتور حسين ولدي جايب صفية مرته معاه وهي مرات عمي؟ اكيد طبعا، وهو يعني الدكتور حسين هيجي من غير مرته؟ والله يا بنتي ان جيتي للحج ما بطيقها ولا بتنزليش من زور، بتفضل كده تبصلنا من فوق لتحت وتبين لنا انها مصروية وعلى فرانكا وتربية بندر، واحنا بقى ولاد البطة السوداء. بقولك ايه يا بنت، اني سامعة هنية وهي عمالة تقولك غير الخلقات السوداء. انا عايزاكي يا دهب تبقي احسن منيها وتلبسي الملون كمان. يا بنتي البت هنية عنديها حج، انت لسه صغيرة وان جيتي للحج يا ما عرسان كلموني عليكي، هو انت هتفضلي حزينة على المرحوم محمود لحد ميتة؟ بقولك ايه يا دهب، محمود الله يرحمه كان ابن سلفتي وانا اللي مربياه مع الدكتور حسين، وانت كمان بنت عم الولاد، يعني كلاتكم ولادي، يعني محمود الله يرحمه في غلاوة الدكتور حسين، وانت كمان عشان كده يا بنتي اني بقولك انني زي امك وانت لسه صغيرة، ده انت يا دوبك عندك 40 سنة، يعني في عز شبابك وحلوة وزينة وارثة من جوزك نص اراضي البلد، يعني ايه اللي يمنع جوازك عاد؟ لا يا مرات عمي ارجوكي ما تتكلميش في الموضوع ده واصل، ده انا البنات بناتي لو سمعوا ولا حسوا خبر زي كده ده يروحوا فيها. لا، انا وهبت حياتي كلاتها للبنات وبس، بإذن الله اللي تطلع مهندسة واللي تطلع دكتورة بالذات زي عمهم الدكتور حسين.
طب يا بنتي روحي دلوقتي ونتكلم بعدين. دهب نزلت تجري والحاجة بتبصلها وبتضرب كف على كف وبتقول: خسارتك يا بنتي، خسارتك في الأسود، والله العظيم لو بيدي أجوزك لحسين ولدي. هي صفية مرة البومة دي مرة ولا تفتح بيت، طول النهار منكد عليه ومحسساه إنه فلاح من الفلاحين، وهي بنت الحلال بنت البندر. يعني صحيح ما يقعد على المداور إلا شر البقر. بيدخل الدكتور حسين البيت. الدكتور حسين عنده حوالي 45 سنة، دكتور في الجامعة في القاهرة ومشهور جدا. أما مدام صفية هي كمان واخدة كلية صيدلة، بس قاعدة في البيت وما بتشتغلش، داخلة قرفانة ومش طايقة نفسها. هنية بتسلم عليها وتقول: هي مرحب يا مرحب يا ست صفية، نورتي البيت. ايه يا اختي الحلاوة دي، بسم الله الله أكبر عليكي، كل مرة بتزيدي حلاوة عن المرة اللي قبليها. امشي يا بتاع انت ازاي تقربي مني كده؟ وانت ريحتك جلة من جلة البهايم. بقولك ايه، اياكي تقربي مني كده تاني. وبعدين انت مالك داخلة علينا كده؟ هو كمان عايزة تسلمي عليا وتبوسيني؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ هو حقك عليا يا ست هاني، والله العظيم انا مجربة اسلم عليكي واحبك، يعني توحشتك. هو توحشتي الأستاذ أحمد. إيه ده؟ أنت كمان عايزة تسلمي على أحمد ابني وتبوسيه علشان التلوث اللي أنت عايشة فيه يعم علينا كلنا؟ تعالى يا دكتور حسين، تعالى شوف القرف اللي أهلك عايشين فيه. أنا قلت لك من زمان ولا بحب الصعيد ولا بحب ناسه ولا بحب أنزل هنا أصلا، إنما هنعمل إيه؟ قدرنا بقى، وربنا يطلعنا من البلد دي على خير. ايه الكلام ده يا صفية؟ لو سمحتي عيب كده. هنية متربية معانا في البيت، وبعدين هنية طول عمرها ست نظيفة وريحتها كويسة. حقك عليا يا هنية، الدكتورة صفية ما تقصدش اي حاجة، هي بس بتهزر معاكي. يلا يا احمد يا حبيبي، سلم على طنط هنية واطلع لولاد عمك شوفهم عاملين ايه وناديلي طنط دهب. والله ده انت حتى ما سألتش عن امك، اول ما تدخل كده تسأل عن الست دهب؟ يا اخويا طب طلعني اوضتي، شيلي الشنط، ناديلي حد يجيب لي كوباية مية نظيفة بدل القرف والتلوث اللي انتوا عايشين فيه ده، ولا حتى اسأل على امك ويسلم عليها. تلاقي يا حبيبي الست دهب نازلة دلوقتي تجري عليك وتاخدك بالحضن وترسم عليك دور الملاك اللي فارد جناحينه. صفية اياكي تتكلمي مرة تانية عن دهب بالطريقة دي، هو انت جاية يومين هتكرهي الناس في عيشتها ولا ايه؟ وبعدين ما انت طول عمرك عارفة ان راجل صعيدي ومن ارياف واهل دي عيشتهم. ايه يا ست هانم، دلوقتي خلاص هنستعر من اهلنا. ولعلمك بقى دهب اللي مش عاجباكي دي كانت متجوزة ابن عمي محمود الله يرحمه، وهي كمان تبقى بنت عمي وتمتلك نص اراضي البلد. يعني دهب دي اغنى مني ومنك ومن عيلتك كلها، انت فاهمة ولا لأ؟ وبعدين دهب ما بتمثلش ولا حاجة، دهب فعلا ملاك وعمرنا ما شفنا منها حاجة. ده حتى كفاية انها عايشة تحت رجلين امي وبتخدمها، مع ان دهب تمتلك فيلا كبيرة جدا هنا، فيلة محمود الله يرحمه، لكنها بعد وفاة جوزها جت تقعد مع امي لانها لسه صغيرة وحلوة. والاصول في الارياف اللي انت ما تعرفيش عنها حاجة يا دكتورة صفية ان مفيش ارملة تعيش لوحدها. بقولك يا صفية ده اخر تنبيه ليكي تتكلمي بالطريقة دي حتى مع الشغالين، انت فاهمة ولا لأ؟ الدكتور حسين ومراته صفية دخلوا يسلموا على الحاجة ام حسين، وفي الوقت ده قابلتهم دهب وسلمت عليهم ونزلت تجهز الغداء. طبعا دهب كانت مجهزة كل انواع الاكل اللي الدكتور حسين ومراته يحبوا ياكلوهم. وهم قاعدين على الاكل الحاجة بتقول: تسلم ايدك يا دهب يا بنتي، انا طول عمري عارفة انك اكتر واحدة تعرف حسين بيحب ياكل ايه، وبصراحة عمرك ما خيبت ظني فيكي. حكيم انا يا حسين يا ابني، والله العظيم ما عاد فيا حيل لوقفة المطبخ ولا اني حتى اخدم روحي. والله ما عارفة لولا اني دهب قاعدة معايا
كان ممكن يجرالي ايه؟ ربنا يبارك فيها يا امي، انا عارف طبعا ان دهب بنت عمي ب100 راجل، امال انا مطمن عليك ازاي؟ والله يا امي لولا دهب قاعده معاكي انا اساسا كنت جيت قعدت معاكي هنا في الصعيد، وجبت صفيه واحمد وعشنا تحت رجليكي. وهنا صفيه بترد وتقول ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا، على فكره يا حماتي انا اساسا ما استحملش العيشه هنا. ولا حسين، على فكره هو بيقول اي كلام وخلاص. بقى معقول يا حسين بعد ما بقيت دكتور في الجامعه والكل بيعمل لك الف حساب، بعد ما اتعودت على عيشه المدن ترجع او تعيش في بلد فقيره متخلفه زي دي؟ لا طبعا يا حماتي، لكن يعني لو دهب عايزه تتجوز ولا تعيش لوحدها انتي ممكن تيجي تعيشي معانا في القاهره. حسين كان متضايق جدا من كلام صفيه وبص لها وقال لا يا دكتوره صفيه، انت اللي غلطانه، اسمحي لي، انت طول عمرك غلطانه في الحته دي. انا امي اولا واخيرا، ومن بعد امي بلدي، والناس دول كلهم اهلي، وانا عمري ما اتعريت منهم ولا استعريت من حد فيهم. انما انت بقى اللي شايفاني غير كده خالص. صدقيني لو الظروف حكمت اني اختار ما بين القاهره وما بين امي والبلد هختار امي والبلد. صفيه كانت متضايقه جدا، ومتضايقه اكتر ان الكل عمال يتكلم ويضحك مع دهب. والدكتور حسين حب يغير الكلام وبص البنات دهب وقال ايه يا بنات، طمنوني، وصلتوا في الدراسة لحد فين؟ انا عايزكم كده بإذن الله تطلعوا حاجة كبيرة قوي زي ما باباكوا ربنا يرحمه كان بيتمنى ليكم. طبعا طبعا يا حسين يا ابن عمي، والله ما اقولك ايه البنات طول النهار يقولوا عايزين نبقى دكاترة في الجامعة زي عمو حسين. امال ايه، ما احنا بنفتخر بيك، والبنات عايزين يبقوا زيك في كل حاجة. ها؟ وايه كمان يا ست دهب، البنات مش عايزين يتجوزوا واحد زي عمو حسين؟ بقولك ايه حبيبتي، انا شايفة ان عندكم البنات اخرها تتجوز وتقعد في البيت زيك كده. ما انا عرفت من حسين انك حتى مش واخدة اعدادية، هو انك من زمان قوي فضلت انك تتجوزي عن انك تكملي تعليم. واللي انت ما تعرفوهوش بقى يا حبيبتي ان البنت بتطلع لامها والولد بيطلع زي امه وابوه. انما انت بقى يا حبيبتي معلش يعني سوري، بناتك هيطلعوا لمين؟ ما هو محمود الله يرحمه كان بيزرع ويقلع في الارض، وانتي سوري يعني جهلة وامية، انتي حتى اكيد ما بتعرفيش تفك الخط. البنات هيطلعوا شاطرين لمين؟ انا بقول يا حبيبتي بدل ما انتي شاطرة كده وبتعرفي تعملي المحمر والمشمر زي ما حماتي بتقول، انا بقول تعلمي بناتك الوقفة في المطبخ، تعلميهم يحلبوا الجاموسة، يعملوا اي حاجة تنفعهم للمستقبل في بيت العدل ان شاء الله. انما بقى فكرة التعليم وانهم يبقوا دكاترة والجو ده سوري يعني يا دهب، مش لايق عليكي ولا على بناتك. الدكتور حسين كان متضايق جدا من صفية وخلاص قرب يمد ايده عليها، لكن دهب كان عندها ثبات انفعالي وقوة في الرد غريبة جدا. دهب خدت نفسها وردت وقالت بابتسامة على وشها اسمحي لي يا دكتورة صفية، انتي غلطانة. طب ما نعرف ان انتي امك لا مؤاخذة مش بتفك الخط. انتوا صحيح قاعدين في البندر، لكن مش كل يعني الناس اللي في البندر بتفك الخط ولا متعلمين ولا ولاد اصول. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ ما الدكتور حسين ابن عمي امه الحاجة مرات عمي ما بتفكش الخط، وعم الله يرحم كان هو كمان ما بيفكش الخط. والدكتور حسين بقى راجل ملو هدومه ودكتور في الجامعة، وانت يا متعلمة يا بتاعت المدارس سبتي كل رجالة مصر وجريتي وراه وقاعدة ها بتاكلي معانا على ترابيزة واحدة، بتاكلي من يدي أنا اللي بحلب الجاموسة وأكنس الدار، أنا اللي جاهلة وأمية ومش متعلمة. لا يا ست صفية، بناتي هيطلعوا زي ما أنا عايزة. إن كنت أنا ما لقيتش أم ولا أب يدخلوني المدارس وعلموني فده نصيبي وأنا راضية بيه، لكن أنا لا يمكن أستغنى إن بناتي يبقوا أحسن مني، ولا مؤاخذة أحسن منك أنت كمان.
احسن مني انا؟ لا يا حبيبتي، احسن منك انتي اوكي، انما انا دكتورة صيدلانية. انا قاعدة بس من الشغل علشان خاطر جوزي بيغير عليا لاني ست كلاس وشيك، وطبعا ما لقاش احسن مني في بلدكو علشان يتجوزها. عموما ميرسي على الاكل، تصبحوا على خير. صفية طلعت اوضتها، كانت متضايقة جدا، ودهب فضلت تضحك وتهزر مع مرات عمها ومع الدكتور حسين ومع بناتها. ده حتى احمد ابن الدكتور حسين كان عمال يضحك مع دهب ويلعب مع بناتها وفرحان جدا. اما الدكتور حسين كان على طول بينه وبين صفية مشاكل بسبب وبدون سبب. وفوق في أوضة صفية كانت بتتصل بواحدة صاحبتها وبتقول: أيوة يا رباب، شفتي الخيبة اللي أنا فيها؟ قال يا أختي أنا جاية يومين أفك عن نفسي يحرقوا دمي. شفتي يا أختي اللي أنا فيه؟ الست دهب قال إيه؟ عايزة بناتها يبقوا دكاترة، والأكتر بقى إن حماتي شايفاها ملاك بجناحين هي وجوزي بيقول لي إياكي تهيني حتى الشغالين. شفتي يا رباب؟ شفتي الخيبة اللي أنا فيها؟ قلت هتجوز دكتور جامعي وصعيدي ووارث وابن أصول، هبيعه اللي وراه واللي قدامه وأخليه يعيش في القاهرة. قال إيه؟ مربوط بأمه وبالبلد. إيه دي يا صفية؟ بقولك إيه الدكتور حسين جوزك أي واحدة في الدنيا تتمناه، راجل جنتل وشيك وعاقل وعقلية كبيرة قوي. انتي بقى يا حبيبتي اللي هبلة ومش عارفة تسيطري عليه ومش عارفة كمان تكسبي دهب دي. بقولك ايه، انا من 5 سنين من يوم ما جوزها مات وانا قلتلك ان دهب دي هتلف وتتجوز جوزك. انتي بقى اللي مش صدقتيني، ولا انتي عارفة تخليه يبيع كل الاراضي بتاعته والبيوت في الصعيد ويجي يعيش في القاهرة، ولا عارفة تكسبي جوزك ولا حماتك. دلوقتي بقى مش قدامك غير انك تجوزي دهب. تصدقي يا رباب عندك حق، ازاي الفكرة دي ضاعت من دماغي؟ بس اجوزها لمين يا حبيبتي؟ دي دهب دي تورث اكتر من نص البلد. يعني يا حبيبتي اللي بيتقدم لها العمدة المأمور. هو انا طبعا معرفش اي حد، واسمع كمان انها بترفض الجواز من اي حد. اسمعيني يا صفية، انت عارفة دهب دي بترفض الجواز ليه؟ بترفض الجواز علشان عينها من حسين، هي غيرانة منك وعايزة تتجوز واحد زي حسين بالظبط، قيمة وسيمة. ويا سلام بقى لو كان بندراوي ومن القاهرة، ما هي بتغير منك وعايزة تبقى زيك بأي طريقة. ايه رأيك بقى يا حبيبتي احنا نجيب لها عريس من القاهرة ويدخل عليها كمان دخلة حب ورومانسية اللي زي دي يا بنتي عمر ما حد قال لها كلمة حلوة، ولا انت ايه رأيك؟ هي بنتي الجنية يا رباب، تصدقي يا بنت عندك حق. لعلمك بقى دهب دي ايه من ناحية الحلاوة والجمال؟ حلوة جدا. هي عندها 40 سنة بس اللي يشوفها يقول عندها 25 سنة. انت عارفة بقى انا لقيت لها الحل. كريم ابن عمي واد جنتل ومقطع السمكة وديلها وفاشل وعايز اي فلوس، انا هرميله قرشين واقول له ان دهب متريشة قوي ويقدر يدخل عليها دخلة حب ورومانسية وقلبها في اي قرشين. شكرا يا بنتي يا رباب، صدقيني يوم ما دهب دي تتنيل على عينها وتتجوز هاخد حماتي ارميها عندي في اي اوضة في القاهرة وابيع اللي وراه واللي قدامه وارتاح من البلد واللي فيها. وهنا صفية قررت انها تغير الخطة تماما. اول ما دخل عليها الدكتور حسين بصلها وقال: صفية للمرة المليون بقولك اياكي تتكلمي بالطريقة دي مع دهب، انت فاهمة ولا لأ؟ ولا تكونيش فاكرة نفسك احسن منها. دهب بنت عمي وارملة ابن عمي، يعني زي اختي واكتر، انت فاهمة ولا لأ؟ اخصى عليك يا حسين يا حبيبي، والله العظيم دهب دي حتة من قلبي. طب ده انا حتى كنت جايبه لها فستان جديد علشان تخلع الاسود اللي هي لابساه. لعلمك بقى انتوا كلكوا ظالميني، انا بحبها قوي وشايفه انها لسه صغيره وفي عز شبابها. ولعلمك
أنا سمعت ماما الحاجة بتقول إن المأمور متقدم يخطبها وهي اللي مش عايزة. أنا بقى عايزة أقنعها إنها لسه صغيرة وحرام عليها، شبابها اللي بروح هدر. سبحان مغير الأحوال، مش هي دي دهب اللي ما كانتش عاجباكي تحت من شوية؟ بقولك إيه يا صفية، ربنا وحده أعلم إيه اللي بدور في دماغك. عموما يا بنت الناس، أنا قلتلك اللي عندي. دهب زي أختي، واللي يدوس على طرفها أزعل منه وأزعله. صفية كانت حرفيا هتفرقع من الغيظ. وتاني يوم الصبح نزلت صفية ومعاها فستان شيك قوي، وراحت لدهب وقالت: صباح الخير يا دهب، هما بناتك صحيوا يا قلبي ولا لسه؟ صباح الخير؟ انتي بتكلمي مين يا ست صفية؟ بتكلميني انا؟ انتي بتقولي لي انا صباح الخير؟ خير ان شاء الله يا اختي، صباح الفل على عيونك، لا مؤاخذة سامحيني، اصلها عمرها ما حصلت منك. يو بقى يا دهب، بقولك ايه يا بنت، ده انت زي اختي تمام. ولعلمك بقى انا جايبالك حتة فستان هدية، انما ايه هياكل منك حتة يا بنتي، ده انت زي القمر وحياتك يا حبيبتي، ومالك عليا حلفان. انا على طول اقول للدكتور حسين دهب دي جميلة قوي، ازاي اصلا تسيبوها ارملة لمدة 5 سنين؟ يا قلبي ده انت اللي في سنك لسه ما تجوزوش. لا يا حبيبتي ما تشغليش بالك بيا، أنا وهبت حياتي للبنات وبس. وبعدين محمود الله يرحمه كان حب عمري وواد عمي، وأنا مستحيل أخونه. ومين يا حبيبتي جاب سيرة الخيانة؟ ده انت ست شريفة، وبعدين انت تتجوزي شاب أول مرة يتجوز كمان. حبيبة قلبي ده انت زي القمر. بقولك بقى ايه، أقسم بالله إن ما دخلتي أوضتك حالا ولبستي الفستان اللي أنا جايبهولك ده لأكون زعلانة منك وما كلش أي أكل من إيدك تاني. لا 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 يا ست صفية، وعلى إيه عاد؟ تسلم إيدك وتسلم مجايبك، شكرا يا حبيبتي. دخلت دهب أوضتها تقيس الفستان وطلعت، وبالفعل كانت زي القمر، حتى بناتها كانوا مبهورين بيها. والدكتور حسين شافها وانبسط قوي من صفية، وطبطب على صفية وقال: تسلم ايدك يا صفية، طول عمرك ذوق وتفهمي في الواجب. عموما دهب دي جمايلها علينا، وهي اللي شايلة أمي زي ما قلتلك. يا ريت بقى كل مرة تفتكريها بهدية. ولعلمك دهب دي بنت أصول وبنت عز، يعني هتلاقيها هي بكرة جايبالك هدية ودهب كمان، مش مجرد فستان. لا 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 يا سنة يا حبيبي، هو أنا برضو عايزة منها حاجة؟ والله العظيم ومليك عليا حلفان، أنا بحبها قوي. ما انت عارف يا قلبي إن أنا ما عنديش إخوات بنات، وبعتبر دهب دي أختي تمام. ومر اليوم بسلام تام، وبالليل تليفون دهب برن برقم غريب. دهب بترد وتقول: ألو، السلام عليكم، مين؟ ألو، مساء الخير يا مدام دهب، أنا عايزة أتكلم مع حضرتك شوية. هو بصراحة وقبل ما تقفلي، انت ما تعرفينيش، بس أنا عارفك من زمان قوي، وبصراحة ربنا أنا معجب بيكي. أنا شفتك كم مرة كده في مناسبات عائلية، لما نتكلم مع بعض هتعرفي أنا مين وشفتك فين. أرجوكي بلاش تقفلي وتحرميني من متعة إن أتكلم معاكي شوية. دهب كانت مستغربة جدا، يا ترى مين اللي يعرف عنها كل حاجة، وبقول لها كمان إنه شافها ويعرفها كويس قوي ومعجب بيها. في الوقت ده دهب قفلت السكة في وشه. الرقم فضل يتصل بيها طول الليل، وأخيرا دهب قررت إنها تسجل المكالمة وترد عليه. عرفت منه إنه يعرف عنها كل حاجة، وعرف إنها أرملة وعندها بنتين، وإنها كمان جميلة قوي، وإنه معجب بيها وعايز يتجوزها. ومرت على المكالمة دي حوالي أسبوع، مفيش أي حد عارف عنها حاجة. وفي يوم صفية بتتكلم في التليفون مع واحد وبتقوله: أيوة يا كريم، طمني، عملت إيه؟ البت لانت ولا لأ؟ بقالك أكتر من أسبوع واخد الرقم، ولا اتكلمت ولا قلت لي أي حاجة. أهلا
ازيك يا صفصف يا بنتي؟ اهلا اهلا يا حبيبة قلبي. هو انت عارفة برضو ان في واحدة تعصى على كريم؟ وحياتك يا روحي دهب دي بقت زي الخاتم في صباعي، دي هتموت وتشوفني وتقابلني. يا حبيبتي خلاص نو واي ان واحدة تمر كده من تحت ايدي. بقولك ايه يا حبيبتي، شوفي انت عايزة ايه بقى وانا تحت امرك، بس قبل ما تطلبي يا صفصف انا كنت محتاجة 10,000 جنيه. اصلي بصراحة عايز يعني اجيب طقمين حلوين كده وهدية صغيرة للست دهب. ده انا قلت لها تنزل القاهرة نتقابل هناك. والله برافو عليك يا كريم، يعني معقولة الست دهب اللي رسم علينا الشرف طول النهار تقع كده من مكالمة تليفون؟ بقولك ايه، انا عايزاك تكلمها في التليفون على قد ما تقدر. عايزة مكالمات ايه من اللي بتطلع في التلفزيون وعلى النت وفضايح وتطير فيها رقاب. انا عايزة البت دي تتفضح في البلد، عايزة كل الناس تعرف عن فضحتها. ويا سيدي لو كنت عايز تتجوزها انا ما عنديش مانع، اتجوزها. اختار لك حاجة من الاتنين، يا اما تفضحها وتبتزها وتاخد منها فلوس، يا اما تتجوزها، المهم انها تغور من وشي. يا حبيبة قلبي اللي انت عايزاه، المهم دلوقتي انت تحولي لي 10,000 جنيه. وشوفي يا حبيبة قلبي عايزة ايه وانا تحت امرك. بصراحة انت عارفة ان انا مش غاوي جواز، انت بتقولي ان البت غنية، لكن اكيد طبعا دي صعيدية وهيطلبوا مني طلبات كتير قوي. انا بقول اسجل لها كم مكالمة كده بلس 18 وازل لها بيهم وابتزها واخد اللي وراها واللي قدامها. والله شاطر، المهم بس ان كل الحاجات دي تتبعت لحسين جوزي. انا عايزاه يكرشها من بيته، عايزاها ما تفضلش قدام عينه طول النهار. انت فاهم ولا لا يا كريم؟ فاهم يا حبيبة قلبي كريم. المهم حط في بطنك بطيخة صيف يا بيبي، المهم بس 10,000 جنيه يكونوا عندي الليلة. وفجأة بيتفتح باب الأوضة ويدخل الدكتور حسين. صفية الموبايل بيقع منها وحسين بيقرب من الموبايل ويشيله ويحطه على ودنه وبيسمع صوت كريم وهو لسه بيتكلم، وبيقفل الخط وبيقول لصفية: ايه يا صفية، خلاص هتحولي لكريم الفلوس اللي قالك عليها علشان تفضحي دهب ولا لسه بدري؟ انت بتتكلم ازاي يا حسين؟ كريم مين ودهب مين وفلوس؟ انا مش فاهمة حاجة. لا يا صفية انت فاهمة كل حاجة، وتعالي دلوقتي انزلي قدام الدار كلها وقدام الشغالين، خليهم يعرفوا الدكتورة المحترمة الست مرات الدكتور حسين بتخطط علشان تفضح ولية زيها. اتفضلي قدامي. حسين شد صفية من شعرها قدام كل الشغالين وقعد يزعق في البيت. الكل اتلم، حتى أم الحاجة طلعت من الأوضة وخرجت دهب. وقفوا قصاد بعض، لكن صفية رفعت راسها وقالت: حسين انت اتجننت ولا ايه؟ انت عارف دهب دي ايه اللي حصل معاها؟ دهب دي كانت بتكلم راجل في التليفون، ايوه بتكلمه مكالمات وحشة وعايزة تتجوز وماشية مع رجالة كتير كمان، والمكالمات دي انت لو عايزها هتكون عندك حالا. ما انا عارف انها بتكلم راجل، ومش اي راجل، ده كريم ابن خالك الفاشل اللي كل شوية يلف على واحدة ست مطلقة أرملة عانس، المهم انه يطلع منها بفلوس. وعارف كمان ان انت اللي طلبت منه يحصل كده. لعلمك يا صفية من اول مكالمة دهب جت وحكت لي، مش قلتلك ان دهب دي اختي الصغيرة اللي انا مربيها على ايدي؟ دي كان لما محمود بعكسها زمان كانت بتيجي تقولي. دهب جت وحكت لي وورتني الرقم، ومن ساعتها عملت تتبع لتليفون دهب وكل المكالمات متسجلة عندي، وعملت تتبع كمان لتليفونك لاني ببساطة عرفت صوت كريم. عرفت يا ست صفية ان انت مفضوحة وربنا حب يفضحك، ومش قدامي انا وبس، قدام الدنيا كلها. اوعي تكوني فاكرة اني هسكت هو اقول دي غيرت ستات، لا، ده انت كنت عايزة تلوثي سمعة واحدة ست شريفة
انت بترمي المحصنات بالباطل. انت كنت عايزة تحط راس محمود ابن عم الله يرحمه في الطين وتحط راس بناته في الطين من بعده، صح يا صفية؟ عموما يا صفية ما يشرفنيش تفضلي على ذمتي، ولا يشرفني ان واحدة زيك تربي ابني. انت طالق يا صفية. الكل كان مصدوم ومذهول في نفس الوقت، ازاي الدكتور حسين يطلق صفية. صفية لمت هدومها وخدت ابنها ورجعت القاهرة. أما دهب كانت حاسة إنها هي السبب. دخلت لمرات عمها وقالت: هي مرات عمي، أنا حزينة على اللي حصل. يا ريتني ما حكيت لحسين ولا قلت له على حاجة. دلوقتي أنا السبب. صفية عمرها ما هتسامحني وهتدعي عليا، وأنا ما أحبش حد يدعي عليا ولا الدعاوي تقعد لبناتي. بقولك إيه يا دهب يا بنتي، حسين عمل الصح، وانتي كمان يا بنتي عملت الصح. انتي واحد داخلك وبقولك انا معجب بيكي وعارفك وعارف عنيكي كل حاجة. كان لازم يا بنتي، كان لازم تقولي لاخوك الكبير. وبعدين بيني وبينك في 60 ده يا صفية دي والله زي ما قلتلك ما بتنزلي من زور ولا ريداها. هي اللي تربي الواد، دي مغرورة وشايفة انها حطت يدها على حسين بقى من ممتلكاتها الخاصة. بقولك ايه يا بنتي، ربي بناتك وعيشي، الدار دي دارك ودار بناتك، وانا زي امك، وربنا يعمل ما فيه الخير. عدت الايام والاسابيع وصفية نارها زادت، خاصة بعد ما الدكتور حسين بعت لها ورقة الطلاق وبعت لها كمان كل مستحقاتها. وهنا دهب كانت زعلانة جدا وقالت لحسين: ايه يا حسين يا واد عمي، ايه اللي انت عملته ده؟ ازاي تروح للمحامي وتطلق مرتك غيابي وتبعت لها كل حاجة؟ يا اخوي حرام عليك، انت كده بتخرب بيتك. وايه يعني لما غلطت؟ وايه يعني كان حصل ايه في الدنيا؟ ما احنا الحمد لله اكتشفنا الخطة وما حصلش حاجة واصل، وانا يا سيدي مسامحاها. ارجوك يا حسين، لازم مرتك ترجع عشان خاطر ولدك. بقولك ايه يا دهب، ارجوكي ما تتكلميش في الموضوع ده تاني. انا خلاص بعت لها كل حاجة من حقها واكتر كمان، وابني انا هشوفه بالمحكمة وهصرف عليه بما يرضي الله. وبعدين انا كنت عايزة اتكلم معاكي في موضوع تاني. بصراحة كده انا وامي الحاجة اتكلمنا ليلة امبارح، وانا كنت عايزة اطلب ايدك للجواز. لا يا حسين، لا يا واد عمي، انت عارف ومتوكد كويس قوي ان انت كيف اخويا الكبير، وزي ما انت قلت لمرتك لما كان محمود الله يرحمه يقول لي كلمة كده ولا كده كنت اجي اقول لك عليها. لا يا حسين، انا زي ما قلت زمان ولساتي بقولها، انا وهبت حياتي لبناتي وبس، عشان لما قابل محمود في الآخرة بإذن الله أقول له أنا صدت العهد وربيت بناتك وطلعتهم دكاترة، ومستنياك ربنا يجمعني بيك في الجنة بإذن الله. بقول لك إيه يا حسين، أنا ما بتجوزش يا أخوي، لا أنت ولا غيرك. ولسه حسين كل يوم عن يوم احترام دهب في قلبه بيزيد ويزيد ويزيد، والبلد كلها بتعرف إن دهب رفضت الجواز ووهب حياتها لبناتها وبس. مرت الأيام وفي يوم صفية قاعدة في بيتها وأمها عمالة تلومها وتقول لها إنها كانت السبب في خراب بيتها. بتخبط عليها دهب، بتفتح الباب صفية وتقول: انتي عايزة ايه؟ هو اللي جاية تشمتي فيا؟ لا يا بنت الأصول، عيبك ده أنا حتى ضيفة وجاية لحد بيتك، المفروض إنك أجله تقولي لي اتفضلي وتضيفيني، مش تتكلمي كده. مش قلتلك يا دكتورة صفية مش كل الناس اللي في البندر متعلمين ولا يفهموا في الأصول؟ أصل الأصول دي والواجب والزوج مش بالعلام يا دكتورة صفية. وهنا أم صفية بتقوم وتقول: أهلا يا ست دهب، عندك حق يا بنتي، اتفضلي. صفية أرجوكي احترمي الست دهب، دي جاية بيتك، وبعدين انت ازاي أصلا تتكلمي معاها بالطريقة دي من غير حتى ما تعرفي هي جاية في خير ولا في شر؟ قولي لها والنبي يا حاجة
حاكم بنتك لسانها متلف جبيه، لسانها تفرشه وتنام عليه، طول عمرها شايفاني انني ضرتها، ما تعرفش انني اخت حسين. بقولك ايه يا حاجة، انا جاية النهاردة اصالح صفية على الدكتور حسين اخويا. ولعلمك يا صفية اديك اتطلقتي واني وحسين مقفول علينا باب واحد، لو كنت عايزة اتجوزه كنت اتجوزته. ولعلمك اكتر انا اتقدم لي من الرجالة اللي احسن من الدكتور حسين، لكن انا يا بت حبيت محمود الله يرحمه، وفيا ليه لحد اخر يوم في عمري. مستحيل اخلي حد ينام في فرشته، ومستحيل بناتي يتكشفوا على راجل غريب. اما حسين ده اخويا يا بت افهمي، هو اللي انتي كلية الصيدلة بتاعتك معلموكيش ان في حاجة اسمها الوفاء والحب والعشرة؟ اللهم صل على النبي عليك يا ست دهب، تصدقي بالله ان انت دخلت قلبي. طب يا حبيبتي، وهو الدكتور حسين وافق انه يرجع صفية؟ حسين ابن عمي بيقتنع بكلامي، قلبه طيب وابيض والله، وانا قلت له ان صفية هتيجي تبوس على راسه وتصالحه، وما دام تاني وصفية حلوين هو كمان هو وهي هيتصالحوا بإذن الله، والليلة المأذون بإذن الله يكتب كتابهم. يا حبيبتي ربنا يكرمك يا رب، وربنا يقعدهولك في بناتك يا دهب. يلا يا صفية قومي يا بيت، قومي البسي وغيري هدومك وروحي مع الست دهب واسمعي كلامها. وبالفعل رجعت دهب على البيت واتصلت على المأذون اللي سبقها. كان حسين متضايق جدا ومش موافق انه يرجع صفية، لكن بعد محايلة أمه الحاجة ودهب عليه رجعها. وعاشت صفية طول عمرها شايلة الجميل لدهب، وعرفت ان في الدنيا ستات كتير قوي محترمة ومش بتدور على راجل والسلام. في ستات كتير قوي بتعيش أرملة أو مطلقة تربي ولادها، ومهما كان قدامهم إغراءات لا يمكن يقربوا من الحرام أبدا.